بسم الله. نواصل في المقاومة النوعية. طيب، مطلوب مننا اللي هو المقاومة النوعية، شرح العلاقة واشتقاق الوحدات بالنسبة للمقاومة. طيب، المقاومة في الدائرة الكهربائية هل تعتمد أو عندها علاقة بين مادة المعدن أو الموصل؟ نعم، عندها علاقة. طيب، عايزين نوضح العلاقة بين المقاومة R الريزيستنس في الدائرة واللي هو نوع اللي هو المعدن. طيب، بالنسبة للسيليك الموجود عندي هنا قدامي اللي هو إذا اعتبرت إنه دي مساحة المقطع اللي هو نسميها اللي هو اريا، اشتقاق اللي هو اريا. عندي اللي هو ده اللي هو طول اللي هو السلك أو طول الموصل اللي هو المسافة دي. تمام. السلك ده عنده اللي هو مقاومة في الدائرة، وعندنا اللي هو مقاومة نوع المعدن المصنوع منه. نوع المعدن اللي هو بنسميها اللي هو الرو. اما عندنا ثاني اللي هو عندنا ار اللي هو المقاومة العادية. طيب، الار، طيب الريزيستنس، طيب الموصلة في الدائرة. طيب، الار اي مقاومة اللي هو ار بتتناسب تناسب طردي مع طول السلك. كل ما كان السلك طويل كل ما زادت اللي هو المقاومة للسلك أو للمعدن أو الموصل. طيب، كل ما زاد اللي هو الطول بتزيد المقاومة، لكن ده بالنسبة للمعادلة اللي هو دي العلاقة دي علاقة طردية. طيب، الآر علاقة ايه بمساحة المقطع؟ اللي هو العلاقة علاقة عكسية بين الآر ومساحة المقطع. ليه؟ لأن مساحة المقطع كل ما كانت كبيرة كل ما قلت المقاومة، وكل ما كانت كل ما كانت المساحة بتاعت المقطع صغيرة كل ما اللي هو زادت اللي هو المقاومة. العلاقة علاقة عكسية، لأنه المساحة لما تكون كبيرة للمقطع اللي بتعتبر مجموعة المقاومات موصلة على التوازي، ومقاومة التوازي المكافئة بتكون بتكون أصغر ما يكون. أما في حالة اللي هو السلك يعني مساحة المقطع صغيرة اللي هو حيكون مجموعة من المقاومات موصلة على التوالي، وهنا توصيل التوالي بيرفع المقاومة الكلية المكافئة. طيب، يبقى R بتتناسب تناسب عكسيا مع اللي هو واحد على اللي هو مساحة اللي هو المقطع. بننتبه في مساحة المقطع في المسائل اللي هو ليه مساحة المقطع، لأنه المساحة دي ما دائما بتكون دايرة، ممكن يكون سلك اللي هو مقطعه مستطيل، ممكن يكون المقطع اللي هو مربع أو أي نوع من أنواع مساحة المقطع لازم أحسبها. طيب، دي اللي هو العلاقة الثانية. طيب، العلاقتين ممكن أنا أدمجهم في علاقة واحدة، أقول R اللي هو الR اللي هو تتناسب تناسب اللي هو طرديا مع L، وفي نفس الوقت بتتناسب عكسيا مع واحد على اللي هو مساحة اللي هو المقطع. يعني ممكن نقول اللي هو في النهاية اللي هو التناسب بتاعي هيكون يؤدي إلى إنه الآر المقاومة اللي هو هتكون تناسب اللي هو مع L على A اللي هو على مساحة المقطع، على مساحة المقطع اللي هو A. طيب، دي مساحة المقطع. طيب، العلاقة الطردية دي ممكن نتخلص منها رياضيا اللي هو بإضافة اللي هو نحول العلاقة نقول R تساوي بدل طردية ونضع ثابت رياضي اللي هو كونستانت، هنا هيكون اللي هو في L على مين؟ على مساحة اللي هو المقطع. طيب، نيجي للثابت الرياضي ده. الثابت الرياضي لقوه يختلف من مادة لأخرى، يختلف من مادة لأخرى حسب نوع المادة، لذلك اللي هو سموه اللي هو رو، يعتمد على نوع الموصل، على نوع المعدن، على نوع الموصل، وسموه المقاومة النوعية للموصل. واستبدلوا اللي هو الثابت الرياضي اللي هو R، أصبحت المعادلة بتساوي بدل الثابت الرياضي نضع مين؟ نضع رو في L على مين؟ على اللي هو A اللي هو مساحة المقطع. ممكن أضعها كده أو ممكن
أضع المعادلة اللي هو R تساوي اللي هو الرو اللي هو في ال رو في L على اللي هو مساحة المقطع، ودي تكون دي العلاقة الرياضية. طيب بالنسبة للعلاقة الرياضية هو بطلب مني اللي هو وحدات القياس بالنسبة لرو. طيب لو ضربنا ضرب تبادلي أو عكسي اللي هو كروس اللي هو الرو في ال هتساوي لي الريزيستنس المقاومة مضروبة في مساحة المقطع للموصل. إذن اللي هو الرو هتساوي اللي هو مساحة المقطع مضروبة في مين؟ في الاريا مقسمة على مين؟ مقسمة على ال، هنقسم الطرفين على ال. هيكون دي علاقة اللي هو تعطيني اللي هو قيمة اللي هو الرو رياضيا. طيب القيمة، إذا قلنا القيمة هنحتاج لوحدة قياس، طيب الار اللي هو المقاومة اللي هو بالأوم، ومساحة المقطع اللي هو متر اللي هو تربيع على اللي هو الطول عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللي هو متر. ممكن نشيل التربيع مع واحدة من دول بيكون اللي هو عبارة عن أوم ضد مين؟ ضد متر اللي هو أوم لكل متر اللي هو دي وحدة للمقاومة النوعية. ممكن نكتب برضو اللي هو ممكن تكتب بطريقة أخرى، ممكن نقول الرو اللي هو الوحدة بتاعت القياس بتاعتها اللي هو أوم اللي هو ضد متر تربيع في متر أس ماينس 1 اللي هو متر تربيع في اللي هو متر أس ماينس 1 اللي هو دي اللي هو برضو في النهاية بتخلص لنفس النتيجة اللي هو أوم اللي هو متر أو أوم لكل متر. تكون دي وحدة اللي هو القياس للمقاومة النوعية. نشوف مثال للمقاومة النوعية.